بك. إذن الرئيس السابق صالح من جهة يدعو إلى وقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات، ومن جهة أخرى يحرك ألوية باتجاه عدن. كيف نفسر ذلك؟ هل هذا دليل عن أن دعوته هي مجرد مناورة؟ أختي كريستيان، هذا رجل يعني معروف، يعني شيمته الغدر، ولكن يعني لا يدرك حتى الآن بأنه انكشف، لأنه هناك ناس من أمثال الأخ الدكتور يعني أبو بكر القربي. هذا رجل زميل لكليات ملكية وإنسان متعلم، استخدم من قبل هذا راعي الأغنام ذي العقلية البسيطة يحركه ليقول هذا الكلام. ألا يستحي من نفسه؟ طيب أنا أتفهم أنه رئيس مجلس النواب المدعو التخطور جابوا له ما يعرف حتى الإملاء، ما يقدر يفك الخط، اشترى يعني شهادة دكتوراه يحيى الراعي. أمس ممكن يقول نحن مع الشرعية يعني ومع الرئيس عبد الرحمن منصور. أين هو مجلس النواب واللي يرأسه هذا الراعي الاسم على مسمى من ما يجري من جرائم طول الشهور الماضية؟ لن يعلن موقفي من هذا العدوان. عدن المدينة المسالمة تضرب بالطائرات وهو يتفرج. وهذا أبو بكر القربي الذي تربى في حافة الزعفران في قلب عدن وعدن درسته يريد الآن أن يضر الرماد على العيون. ألا يخجل من نفسه؟ أما علي عبد الله صالح فهو معروف، هذا رجل يريد أن يعني لا زال يعيش الوهم، رجل مصاب بالخبل والجنون. نحن نصحناه، قلنا له قبل 4 سنوات، قلنا له يا أخونا أن احنا معليش الشعب اليمني يريدك كرمز وتسامح معك مثل ما قال أخي عمر حرقوش في تقريره وأعطاه الصفح والحصانة، ولكن لا زال هذا رجل يتعامل بعقلية الراعي الساذج اللي اختلطت شخصيته برجل الإجرام والغدر. طيب يعني الآن يطالب يعني هو الآن نحن عفوا بس مجرد كلمة واحدة. تفضل. شوفي، نحن تقارير الآن تصلنا تباعنا اليوم مدفعيته تقصف حي الجراف ويقتل المواطنين الأبرياء ليتهم فيها قوات، يطلق مدافع في داخل هذه المناطق لكي يقتل المواطنين، وفي النهاية لكي يتهم قوات التحالف العربية. هذا رجل أن يقدم، وأنا حذرته من سابق، سيقدم لمحكمة الجنايات الدولية. وللأسف الأشخاص مثل أبو بكر القربي الذي هو أحد الأشخاص الذين يعني أموال علي عبد الله صالح ساهم في تغطيتها هنا في بريطانيا وفي أماكن أخرى، هؤلاء الناس أيضا مصيرهم محكمة الجنايات الدولية. ونحن قلنا له أنت لا تريد أن تكون رمز، وهؤلاء الأشخاص الذين يعني يستخدمهم مثل أبو بكر القربي يعني وآخرين عبد الجندي وآخرين سيقودوه مثل غبو. ذات يوم أنا قلت له في غرب أفريقيا في غبو أنت ستكون غبي ومصيره مثل القذافي وغبو وميلاسوفيتش. سيكون محكمة الجنايات الدولية وهو الآن متخبي كالفأر في حجر يعني، ويترك الشعب الذي يتكلم عنه. طيب هل المعنيين سيد محمد، هل المعنيين مدركين لهذه الوقائع، ويعني بسبب ذلك هل يمكن أن تلقى هذه الدعوة أي قبول؟ أختي كريستيان، بعد الثورة، بعد يعني مجزرة الكرامة في جمعة يعني 18 مارس 2011 قلنا له يكفى، إنك يعني the emperor is walking naked، الإمبراطور يصير عاريا، يمشي عاريا مكشوف، لا يمكن أن تنطلع على أحد. هذه رسائل يريد أن يوجهها للخارج، لن تنطلع على أحد. أصبح مكشوفا والناس عارفين، هو كان عايش حالة وهم. الناس مثل أبو بكر القربي هذون يحولوه بأنه كان وزير خارجية لمدة 15 سنة، يعني يسمعوه كما يقولوا تنابلة السلطان، انه يقدروا يغالطوا الخارج كشفوا، عارف فين يعني عندما يطلع تقرير بانه سرق ما بين 30 ل 60 مليون لانه كانوا متابعينه. الا يدرك بانه اصبح مكشوفا وعاري تماما، لا يمكن ان يغش العالم بعد اليوم. طيب. هو الان خايف على مصيره. نعم. ويعرف انه مصيره ان محكمة الجنايات الدولية مثل الفأر سيقبض عليه في جحر يختبي. طيب يعني